السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، ولو ما تعرفوش عبد الرحمن مين فأنا عبد الرحمن وشيم. قبل كل حاجة صلي على النبي وحد الله. روح كده اعمل لك حاجة تشربها وتاكلها، ولو وراك صلاة متأخرة صليها كده وأنا قاعد مستنيك ما تقلقش. ولو ما سمعتش الحلقة اللي فاتت دوس على كده في أحد الجوانب بتاعت الفيديو على حرف الأي اللي هيظهر لك، روح اسمعها تعالى وتعالى بسرعة عشان تفهم أنا بقول إيه. المهم ما تقلقش يعني استناك كده أعمل كوباية شاي كده على السريع واشربها تكون أنت خلصت والدنيا اتظبطت معاك. ايه ده؟ انت جيت امتى؟ ايه بالسرعه دي؟ طب ثواني بس اخلص الكوبايه بسرعه دي يعني مش هاخد حاجه. بص يا سيدي الحوار بتاعنا بقى بيبدا سنه 1917 لما جه واحد كده بيطلق عليه إيريك تيجرستيك. ده قدم براءة اختراع ان هو يصنع تليفون قابل للطي وسماعته مصنوعه من الكربون، يعني عشان يبقى سهل ان هو يتحط في الجيب وكده. وساعتها يا سيدي محدش عمل اي حاجه خالص. طبعا بقى لو انت بتسمع في الفترات بتاعت الحروب زمان، سواء كانت الحروب العاديه العالميه سوري او الحروب البارده، يعني لسه طالعه من الفريزر وكده يعني. يا عم بقى ما كفايه خلاص يا عم. خلاص يا عم صل على النبي يا عم، لازم نطلع وراك ونجيبك وبتاع. لا خلاص احنا اسفين مش هنكرر الحوار ده تاني يا عم ما تزعلش. وكعادتهم زمان ان هم ما كانوش الدول بس بتسعى الى ان هي تفوز في ساحه المعركه بس، بل بالعكس كانت بتسعى برضه ان هي تنتصر سواء كان في الاكتشافات او الاختراعات الجديده. وكانت من ضمن الحاجات اللي الدول بتسعى اليها وخاصه بعد الحرب الثانيه هي صناعه هاتف سهل ان هو يتشال في الجيب او سهل ان هو يتمشي بيه في اي مكان عادي. بحب اقول لك طبعا ان الدول في الفتره دي ساعتها كانوا لسه ماشيين بنفس النظام اللي كان بيشتغل بيه جراهام بيل، اللي هو بيطلق عليه الزيرو جي او الزيرو جنريشن. طب هي ايه اصلا الكلمه بتاعت 4 جي و 5 جي اللي احنا الايام دي بنسمعها؟ تعالى نقول. تعالى بقى تخيل معايا يا صاحبي ان الجنريشنز او الاجيال بمعنى اصح تخيل معايا على انها طريق. تخيل معايا على ان المكالمات هي عباره عن العربيات اللي بتبقى موجوده في الطريق. وطبعا كل ما كان الطريق اوسع وكل ما كان فيه خدمات اكتر وممهد للعربيات اكتر كل ما كان اريح واسرع للعربيات. او بس كده يا سيدي الاجيال دي عامله زي الطرق، كل ما كان فيها خدمات اكتر كل ما كانت المكالمات لمسافات ابعد وبجوده احسن. يعني مثلا لما نيجي كده نبص للجيل الاول او ال1 جي، دي كانت بس الخدمات بتاعته مقتصره على المكالمات البسيطه الصوتيه، وكانت الجوده بتاعتها نوعا ما مش احسن حاجه، كانت على قدها. او لما تيجي كده تبص للجيل الثاني او ال2 جي هتلاقي ان هم ضافوا لك ميزه انك تقدر تبعت رسائل اس ام اس. والمثال الاخير يعتبر ال3 جي او الجيل الثالث، وهم هنا بقى ضافوا حوار الداتا او البيانات. لازم تقدر انك تدخل على الانترنت بتصفح نوعا ما كانت السرعه بتاعت الانترنت بطيئه شويه. وبس يا سيدي مع تقدم كل شويه بيدخلوا لك خدمه جديده في كل جيل ورا جيل. جيل ورا جيل. حبيبي مكارينا. حبيبي. بس خلاص هنصور يا اخي. نطينا بقى لسنة 1973 ميلاديا. هي نفس السنة بتاعت الحرب ونفس السنة اللي ساعدنا فيها سينا بقى والخراطيم. في السنة دي بقى يا صاحبي اللي هيجعلنا نشاهد أول هاتف نقال حوالين العالم كله، وكان باختراع اثنين علماء أمريكان، واحد بيطلق عليه جون فرانسيس ميشيل والتاني بيطلق عليه مارتن كوبر. ساعتها عملوا لنا أول تليفون واللي كان بيطلق عليه الموتورولا. ده بس كان يعني تليفون خفيف جدا جدا، يعني هو يا دوب السماعة بتاعته كان وزنها تقريبا 2 كيلو بس. بحب اقول لك ساعتها ان هم ما كانوش لسه عملوا ال1 جي او الفيرست جنريشن، يعني كانوا لسه ماشيين بالزيرو جي بتاع جراهام بيل. سنة 1979 ده كان أول مرة يتم صنع ال1 جي، وكان الحوار ده موجود في اليابان من شركة يطلق عليها نيبون تليجراف أند تليفون. جت بقى دول شمال أوروبا اللي هم أنت طبعا عارفهم ناس متعجرفين وما يعجبهمش العجب بعيد عنك، عشان كده عملوا نظام بيطلق عليه ال NT أو النورديك موبايل تليفون. وعملوه طبعا عشان يقدروا ان هم يكلموا بعضهم براحتهم جوه كل دوله ومن غير ما يكونوا مقيدين بمكان معين عشان يقدروا يتكلموا. ونوعا ما انتشر الحوار ده وانتشر استخدامه مقصود يعني في الدول دي سنه 1981 وبالتحديد في شهر اكتوبر. نوعا ما الحمد لله ما كملش فتره طويله وبطلوا يستخدموه لان الدنيا اتطورت بعد كده الحمد لله. واحب اقول لك طبعا يا صاحبي يعني الدنيا زمان غير دلوقتي خاصه في الموضوع ده. وده طبعا بسبب ان القنوات زمان كانت قليله، اللي اقصد هنا قنوات المكالمات. عشان كده لو كانت توزع على كل واحد في الكره الارضيه تليفون مش هيقدر الناس كلها تتكلم مع بعض.
وده طبعا بسبب ان القنوات كلها تبقى مليانه، فالاثنين اللي عايزين يتكلموا هيضطروا ان هم يستنوا اثنين كمان يخلصوا المكالمه بتاعتهم عشان هم يقدروا يتكلموا. طبعا الدنيا هتبقى صعبه جدا. ده حوار ابن كلب يا عم. والله على رايك يا اخي، الحمد لله والله. فعشان كده كانوا بيضيفوا كل شويه قنوات اكتر عشان تغطي الناس اكتر. الدنيا كانت برد. خلاص يعني اخر مره والله ما تقلقوش يعني. والظاهر كانت من اهم الميزات اللي موجوده في الان تي ان هي كانت مجانيه، وده اللي فتح لشركات كتيره جدا ان هي تقدر تشتغل وتطور من الحوار ده، وكان من ضمنها اشهر شركات الموبايلات ساعتها. بالظبط يا صديقي، شركه نوكيا الموبايل. عايز ازيدك من الشعر بيت ان من ضمن الحاجات الغريبه اللي كانوا عايزين يعملوها زمان هو ان هم يعملوا لك تليفون موجود نقال متثبت في العربيه، وخصوصا في في العربيه، ورحله التحكم بتاعتها تكون جنب السواق عشان تقدر تتكلم براحتك يا سيدي. وصلنا بقى ل 1991. احب اقول لك ان في السنه دي قامت شركه فنلنديه بيطلق عليها راديولينك باطلاق الجيل الثاني او 2 جي بمعنى اصح، وكان المره دي بقى على نظام بيطلق عليه الجي اس ام مش الان تي. طيب يا سيدي، ازيك وازاي خفانك وازاي المسمعه اللي في ودانك؟ طب مؤاخذة انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ انا ايه اللي جابني هنا اصلا؟ ايه ده؟ والله يعني يا سيدي انا سرحت، انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا، بس انا المفروض كنت قاعد بس عشان افهمك الدنيا والحوار ده، بس يعني الدنيا دخلت في بعض سوري يعني. بص يا سيدي، احنا حكينا كده عن الان ام تي وقلت لك ايه هو الان ام تي. طيب هم ليه عملوا الجي اس ام؟ وايه هو اصلا الجي اس ام؟ طيب يا سيدي، الجي اس ام او الجلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن ده عباره عن نظام زي ما قلت لك اتعمل عشان يحسن من الجوده وحاجات ثانيه من خدمات الصوت. بس انا زي ما قلت لك جوده الصوت عن طريق ان هي بتحول الصوت والبيانات المبعوثه الى ارقام، ودي ساعتها بتضمن ان هي بتمشي مسافات ابعد وبتحافظ على الجوده بتاعتها. وتاني حاجه من ضمن الحاجات اللي اتضافت لما عملوا الجيل الثاني ساعتها ان هم زي ما قلت لك ضافوا الاس ام اس. عشان كده التطور ده كان لازم له حاجه يقدر يتسند عليها. بمعنى صح ان هو لو كان الان ام تي لسه مستمر لحد دلوقتي ما كانش التطور ده هيبقى موجود لحد يومنا هذا. يعني احب اقول لك بس ان الجي اس ام لحد دلوقتي لسه بيستخدم حوالين العالم. يعني في عام 2018 لما جم يحسبوها لقوا ان عدد المستخدمين حول العالم كان وصل ل 5 مليار بني ادم في اكثر من 220 دوله. بصراحه يعني انا مش عايز احرق عليك السيناريو يعني، بس هم عملوا ال 3 جي وال 4 جي وال 5 جي برضه على نفس نظام الجي اس ام. هروح بقى نرجع للمكان الاساسي بقى، وانت روح هات لك حاجه تاكلها وتشربها يعني عقبال ما ارجع، بس ما تتوخرش. طيب يا سيدي، هنرجع للموضوع ده. طبعا بمرور الوقت قعدوا ان هم يقللوا من المشاكل اللي موجوده في الموبايل، وكان من اهم المشاكل الموجوده هو وزنه، والحمد لله ان التليفون اللي عمله المهندس مارتن كوبر قدر ان هو في السنه بعدها على طول يقلل وزنه للنص تقريبا. اصل يعني تخيل الحوار ده لسه مستمر لحد دلوقتي، تخيل كده انت محتاج انك تتكلم في التليفون تروح للجيم مخصوص عشان تقدر تشيل وانت بتتكلم. يعني الحوار بتاع التليفون ابتدى ان هو يتطور شويه بشويه. يعني مثلا لما اجي اسمع حاجه من عند واحد صاحبي وتعجبني، طب هي يبعتها لي ازاي؟ وزي ما تفكر مش عن طريق البلوتوث. كان بقى في تقنيه زمان كان بيطلق عليها الاشعه الحمراء، دي اللي كانوا بيبعتوا من خلالها البيانات، بس الحمد لله ما عادتش منتشره لحد دلوقتي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. كان الديزاينز بتاعت الموبايلات القديمه كان بيبقى جواها لمبه، اللمبه دي شبه اللمبه اللي بتبقى موجوده في التلفزيون لحد دلوقتي. وعشان تبعت حاجه من عندك لواحد صاحبك مثلا كان لازم انك تجيب التليفون تحطهم جنب بعض واللمبتين تحطهم في وش بعض. طيب الحوار ده بيتم ازاي؟ كل تليفون طبعا بيكون موجود مرسل ومستقبل. صاحبك بقى لما مثلا يحب يبعت لك حاجه ويدوس على زرار ابعت من عنده، تتحول البيانات دي بقى الى نقاط ضوئيه في نطاق الاشعه تحت الحمراء الغير مكتوبه، وبيرجع التليفون للمستقبل يستقبلها تاني على هيئه بيانات ويحولها. بس الحوار ده ما طولش فتره بسبب ان هو عيوبه كتيره، انه نوعا ما كان تحتاج انك تكون التليفونين في وش بعض، ده غير انها طبعا البطء في الارسال الرهيب. وزي ما انت عارف الدنيا بتتطور، فعشان كده كانوا لازم يلاقوا حاجه اسرع، وبالتالي قدروا ان هم يطوروا حاجه احسن بكتير وهي البلوتوث. وهنا بدا البلوتوث ان هو يتطور وان هو يظهر للعالم. طبعا يعني اغلب الناس بتكون عارفه ايه هو البلوتوث، واللي مش عارف هيبقى ليها حلقه لوحدها. ده تطبيق. وطبعا ابتدت الاضافات تبقى واحده غير الاخرى، زي مثلا الكاميرا اللي ابتدت ان هي تظهر للعالم في حوالي سنه 2000. وكانت اول شركه تعمل الحوار ده كانت شركه هي بتاعت الثلاجات والتكييفات. قدرت ان هي تعمل تليفون بيطلق عليه شارب جاك اس اتش 04. طبعا شركات كتيره بعديها حبت ان هي تجرب الحوار ده، وابتدت ان هي تحط كاميرا في تليفونها، زي مثلا الشركه اللي مش محتاجه تعريف شركه نوكيا اللي قدرت في 2002 تعمل لك اول موديل لتليفون تجاري بيتباع في السوق عادي، وكان اسمه نوكيا 7650. وبس يا سيدي،
الدنيا ابتدت ان هي تدور وتتقدم بقى وتبقى زي ما انت شايف حاليا. وطبعا زي ما انت عارف ان الدنيا ما وقفتش هنا وتطورت لحد ما عملت شكل الهاتف الذكي او السمارت فون. وده ان شاء الله هيكون اخر جزء من اجزاء التطور بتاعت الهاتف بتاعنا. ودي ان شاء الله هيكون موضوعنا للحلقه الجايه ان شاء الله. وبس يا سيدي، ده كانت اخر فقره موجوده في الحلقه بتاعتنا النهارده عن الهاتف المنطقي وازاي تطور والحوارات دي كلها. بس ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس، ولو في موضوع حابب بعد ما اتكلم ان شاء الله عن موضوع السمارت فون حابب ان انا اتكلم عنه تقول لنا في الكومنتس على طول. سلام عليكم.